تعالوا النهاردة نعمل احلى طريقة لعجينة البيتزا، تطلع معاكي طرية وهشة وتحبي انك تاكليها كده وطعمها يبقى حلو قوي. شايفين العجينة حلوة وطرية ازاي؟ تعالي بقى اقولك هعملها ازاي. معايا نص كيلو دقيق، هحط عليه معلقه ملح صغيره ومعلقه سكر وكيس خميره وربع كوبايه زيت وعلبه زبادي، واهم حاجه علبه الزبادي عشان هي اللي هتخلي معانا العجينه طريه. وبعد كده نقلبهم كويس وننزل بكوبايه ميه دافيه او على حسب ما العجينه تاخد منك، نسيبها تتخمر ساعه، وبعد ما تتخمر نجيبها ونقسمها على حسب ما انت عايزه تعملي بقى كام واحده، ونفردها كويس بقى في العجينه ونعملها بالشوكه كده عشان ما تقبش معانا قوي لو انت مش عايزاها تخينه. هنحط بقى الحشوة اللي احنا عايزينها زي ما تحبي بقى، فراخ، سجق، اللي انتي تحبيه حطيه عليها. ونحط بقى الفلفل بتاعنا، فلفل الوان، فلفل اخضر، نحط عليها بصل. بيتزتك زوقيها زي ما انتي عايزة تاكليها. حطيت لنا زيتون، حطيت رشة موتزاريلا، ودخلتها الفرن بقى وطلعت مش قادرة اقول لكم ريحتها جميلة وطعمها حلو، والعجينة هشة وطرية. اهم حاجة عجينة البيتزا لازم تبقى طرية معاكي عشان تعرفي تاكليها. هنا بقى عملت كوبايه ليمون بالكريم شانتيه تحفه، هعملها لكم وانزلها لكم، جربوها هتعجبكم قوي. متنسوش تجربوا عجينه البيتزا وتقولي رايكم فيها ايه. وبألف هنا وشفا.